يا أهلا بيكم. هنعمل النهاردة السجق البلدي. هنعمله بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص في تحضيره. 10 دقايق وهيبقى جاهز، وهتاكلوا أحلى سجق دقتوه، وأحلى كمان من أي عربية سجق كلتوا منها قبل كده. يلا بينا نبتدي على طول، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم فيها. أول حاجة هنجهز المكونات اللي هنستعملها كلها. معايا تقريبا كيلو إلا ربع من السجق، هقطعه قطع متوسطة بالحجم ده كده. ممكن تقطعوه أصغر أو أكبر أو تسيبوه سليم زي ما هو. و3 حبات من الفلفل الرومي، هنقطعهم شرايح رفيعة بالشكل ده. واختياري للي حابب إن السجق يبقى سبايسي هنقطع فلفل حار، هنقطعه لقطع صغيرة، الكمية طبعا زي ما تحبوا. و4 أو 5 حبات من الطماطم، هنقطعهم مكعبات صغيرة. الطماطم ممكن تزودوا منها كمان لو حابين إن السجق يبقى فيه صوص طماطم باين أكتر يعني. ومعاهم كمان هنستعمل بصلتين صغيرين أو بصلة واحدة حجمها كبير، هنقطعها لشرايح رفيعة. و4 أو 5 فصوص من التوم هنفرمهم ناعم، أو لو التوم مفروم جاهز هناخد منه معلقة صغيرة. وكده كل حاجة بقت جاهزة، هنبتدي نسوي على طول. طاسة على النار هنسيبها تسخن كويس. السجق اللي معايا أنا عارفة إن دهونه قليلة، عشان كده هحط معلقة من الزيت. لو السجق اللي معاكم فيه دهون كتير ما تحطوش زيت خالص، هنكتفي بالدهون اللي هتنزل منه. هنسيب الزيت يسخن كويس وبعدين هنحط فيه السجق. عايزين أول ما ينزل في الزيت يعمل له صدمة عشان ما ينزلش ميته. هنخلي النار في الأول عالية لحد ما لونه يغير ويبقى كله لون واحد، ولو نزل شوية صغيرة من ميته يشربهم. وبعدين هنهدي النار عليه شوية. أهم حاجة ما نزودش عليه قوي في التسوية علشان ما ينشفش. ولما نلاقي السجق كله بقى لون واحد ومفيهوش مية خالص هنضيف عليه البصل. هنقلبه مع السجق يتشوح تشويحة بسيطة ويدبل شوية، وبعدين هنضيف عليه التوم. نشوحهم مع بعض بقى البصل يصفر وريحة التوم الحلوة دي تطلع، ونضيف عليهم الفلفل. هنقلب الفلفل معاهم يا دوب بس ياخد لسعة بسيطة في الزيت، ونضيف عليهم على طول الطماطم ومعلقتين كبار من الصلصة. السجق أساسا بيبقى متبل، لكن مع المكونات اللي حطيناها دي بيبقى محتاج شوية إننا نظبط طعمه. هنحط له شوية من التوابل اللي هنحطها: ملح وفلفل وكمون وكزبرة. بس قبل ما تحطوا التوابل دوقوا طعمه وشوفوا الكمية اللي انتوا محتاجينها قد ايه. انا حطيت نص معلقة صغيرة من كل حاجة فيهم. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده يتشوح شوية، وبعدين هنغطيه ونهدي عليه النار خالص. هنسيبه من 5 ل10 دقايق. كل المكونات تتسبك مع بعضها وتتشرب من التوابل اللي حطيناها ومن طعم السجق، ويبقى معانا بالشكل ده كده. الريحة مش قادرة أقول لكم طبعا هي قد إيه حلوة. هنطفي عليه ونقدمه وهو سخن. ممكن يتاكل زي ما هو كده لوحده مع عيش وسلطة طحينة، أو ممكن نقدمه كمان مع مكرونة بصوص الطماطم، أو حتى لو المكرونة بيضة هنكتفي بس بالصوص اللي موجود في قلب السجق، برضه بيبقى طعمه حلو جدا. ممكن كمان نعمل منه أحلى سندوتشات سجق، ونحط برضه عليها شوية من الطحينة، بتبقى لذيذة جدا. هو في كل أحواله ومع أي حاجة هتتقدم جنبه بيبقى طعمه حلو جدا. نقدمه في غدا أو عشاء، وجبة سهلة وسريعة وكلنا بنحبها. أتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. أشوفكم على خير.